اصحاب جرأة، اصحاب خبرات بيعجبوني في التحليل الفني. وادي على طول هجمه لنادي الزمالك، عبد الشافي العرضيه والهدف الاول، هدف مبكر بنيران صديقه باللاعب بيتر ادوارد، والهدف الاول لنادي الزمالك. بقول لكم مفيش فتره جس نبض، هجوم مبكر على طول من الاثنين المدربين وهدف مبكر. ادي اهو بيتر ادوارد اللاعب الغاني، المدافع الغاني، الكره العرضيه الحلوه، عدى وانطلق عبد الشافي، عمل الارضيه، خبطت في ادوارد وتدخل جوه الجون. الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه الاولى، واعتقد انه اسرع اهداف الدوري هذا الموسم. هدف رائع بنيران صديقه، المدافع بيتر ادوارد. يعني مباراه قلت لكم هنستمتع، مباراه هجوميه قويه، شغل مدربين على الخطوره، فيها شغل بقى مدربين، اتلعبت على البعيده. يا سلام، الله الله الله، هدف ولا اروع، هدف ولا ابدع من كده. محمد رجب وينطلق بسهم زي الصاروخ، ضربة راس، هدف التعادل. قلت لكم لقاء كبير يا جماعة، ولسه فيه اهداف كتير، ولسه هنستمتع. شوف على البعيدة، بقول لكم فيه شغل، وضربة راس قوية حلوة حلوة حلوة. محمد رجب ويعدي ويحطها ضربة راس قوية بالتنشين، ما يقدرش يعمل لها حاجة، ما يقدرش يعمل لها حاجة عبد الواحد السيد ولا خط الدفاع. صاروخ بالراس، يا سلام. لسه بقول لكم بيتلعب الضربه الركنيه، الضربات الثابته فيها شغل مدربين، فيها شغل العرضيه، اي حاجه تعدي الناحيه الثانيه بدماغه خطيره، وجوه الجون، جوه الجون. محمد رجب المرهق، محمد رجب يعني لعيب خطير خطير خطير. الهدف الثاني له والبتروجيت، يا عكس سير الاتجاه، عكس احداث اللقاء، ويتقدم بتروجيت بهدف لمحمد رجب في الدقيقة 8 من الشوط الثاني، وكأنه متخصص في يعني هز شباك نادي الزمالك في الشوط الأول. هدف ولا أروع من كده. شوف هنا خطأ دفاعي من صلاح سليمان، خطفها عينه على الكورة، هداف لعيب، سند باليمين حطها بالشمال، مفيش تفكير، اللحظة، المهارة، اللياقة، لعيب رائع رائع. هدف ولا أروع. وهدف الثاني لنادي بتروجيت، 2 بتروجيت. ادي شوف كده على طول اتعملت من هشام ابو خليل، عرضيه حلوه، بلال جمال حطها بدماغه اروع، على طول قاريين بعض، حافظين بعض. شوف بيجري يفرح. عايز اقول لكم على حاجه بقى، يعني نرجع لتاريخ لقاءات نادي، المهاره هتفرق كتير. يا سلام يا دومينيك على السرعه، راح حكم اللقاء اداله ايه؟ ضربه جزاء، اداله ضربه جزاء على طول. شفتوا سرعه دومينيك على طول. قلت لحضراتكم يا سلام يا دومينيك، لما دخل فرض نفسه، خد الكرة على طول ومعاه ادوارد، الاثنين احتكوا، خبطوا في بعض، لازم ياخد ضربة جزاء بذكاء. دومينيك ضربة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة 30 من زمن الشوط الثاني. وجها لوجه محمد ابراهيم، وجوه الجون الهدف الثاني لنادي الزمالك. 2-2 في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني. محمد ابراهيم وضربه جزاء. وادي ميدو كده حماس للاعبيه على طول، يقول لهم يعني شد حيلكم، لسه ربع ساعه فيها كلام كتير وفيها اهداف كتير، واحنا المستمتعين بهذا اللقاء الجميل الرائع. حطها له في نص الجون، بس ده ذكاء طبعا من اللاعب محمد ابراهيم، ثبت حارس المرمى على زاويه على طول وحطها بقدمه اليمنى، ولا اروع من كده. 2 الزمالك، 2 بتروجيت. هدف التعادل من ضربه جزاء لمحمد ابراهيم في الدقيقه